ايه هي علاقة الفول بالحمام؟ ولا العلاقة المشتركة اللي بينهم مش القولون، دي قصة طويلة جدا، تعالى هحكيها لك. زمان كان في حاجة اسمها الحمامات الشعبية، وما كانش متعارف انه البني ادم ممكن يكون عنده حاجة اسمها حمام خاص. مش عايز اقول لك كمان انه كانت في خروجات اصلا للحمام الشعبي ده. الحمام الشعبي ده كان بالطراز الرفيع اللي كان بيتعمل، كان صعب جدا وكان تكلفة عالية جدا انه في حد يعمل ده في بيته، لانه تكلفة الحمام الشعبي وقتها انه يتعمل خاص لحد في بيته كانت ممكن تكلفه وقتها 1000 جنيه ذهب، وده كان رقم كبير جدا في العصر وقتها. الحمامات الشعبية كان فيها قصص كتيرة جدا وحكايات ممكن مرة نعمل عنها فيديو، ولكن من ضمن الاكتيفيتي اللي موجودة جوه الحمامات الشعبية دي حاجة مهمة جدا كانت سبب في وجود حاجة زي الفول، وهي الجزء الخاص بالساونا او بالجاكوزي. بطبيعه الحال يا صديقي الغني، كلنا عارفين الجاكوزي والساونا. الميه اللي موجوده في الجاكوزي دي بتحتاج ان هي تتسخن على درجات حراره عاليه جدا، وبالتالي كان بيتم استخدام اماكن معينه علشان تسخن المواسير الميه اللي مدخله الميه جوه الجاكوزي. فكانوا بيستخدموا حاجات كتيره مختلفه، زي ان هم يولعوا باجزاء كتيره جدا من الاخشاب او عيدان القصب، ولكن للتكلفه العاليه جدا الامور دي بداوا ان هم يولعوا في الزباله. طبعا ما كانش ينفع ان هم يولعوا في الزباله لانه طبعا دي كانت حمامات وده مكان للنظافه، فما كانش ينفع وجود حاجه زي كده. فبداوا ان هم يولعوا في امور مختلفه زي الورق وحاجات تانية ناشفه. طب هتقول لي ايه علاقه كل ده بالفول؟ بص، الفول كنبات صعب جدا ان هو يستوي، القشره بتاعته قشره ناشفه، ولو انت سويته على درجات حراره عاليه جدا ممكن القشره بتاعته تدبل من بره لكن من جوه يفضل ناشف، وبيحتاج نوع معين من التسخين وبيفضل محطوط على النار لمده تصل لاكتر من 24 ساعه، فتكلفه هو عالي جدا. فبدات الناس تفكر في طريقه اقتصاديه، وبدا من هنا وجود حاجه اسمها بيت النار او المستوقد. بدات الناس هتدفن قدره الفول جنب مواسير السخنه اللي بتدخل الميه لحد الحمامات الشعبيه وتسيبها ل 24 ساعه، وبالتالي الفول وقتها يستوي. وخلي بالك الفول المدمس طلع بالاسم دوت لسبب بسيط جدا. كلمة مدمس أو كلمة تدميس في اللغة معناها الدفن، وهو حرفيا كانوا بيدفنوا قدرة الفول لحد ما توصل للسوى المناسب ليه. ثم بعد كده إن الفول تحول من مجرد إن هو نبات صعب السوى إلى إن هو بقى تراث شعبي. عندك الأقباط استخدموا الفول كوجبة رئيسية في فترة صيامهم الطويلة، لأنه صيامهم كان بيطول لأكتر من 200 يوم، وهو أرخص مصدر بروتين نباتي ممكن الانسان ياكله. فالفول اللي انت بتاكله كل يوم على السحور ده ليه قصه تاريخيه كبيره جدا، وارتباطها بالثقافه المصريه ارتباط اصيل من زمن الزمن. وده كان ملخص سريع جدا 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 عن الموضوع. لو عايز ان انا احكي لك اكتر ممكن تكتب لي في الكومنتات واعمل لك فيديو اطول. ما تنساش انك تعمل لي فولو، وسلام.